هنتكلم في البداية على نظام الترشيحات. أنت عايز هنا المرحلة دي إن العميل بتاعك يرشحك لعملاء تانيين. ففي المثال بتاعي مثلًا هنفترض إن الأم دي أنا ممكن أروح لها وأقول لها أنتِ لو رشحتيني لواحدة من صحابِك، صاحبتِك هتاخد discount 20% وأنتِ هتاخدي مثلًا 200 جنيه في المحفظة بتاعتِك تقدري تستخدميهم لمّا تيجي تشتري مننا بعد كده. لو قُلنا مثلًا إن أنت عندك حتى الألعاب بتكون سعرها في حدود ال1000 جنيه، فهي لو رشحتك ل5 من صحابها، فهي نفسها هتكون معاها في المحفظة في النهاية 1000 جنيه تقدر أصلًا تاخد بيها لعبة مجانية أو حتى أقل من كده، بس في الآخر هتبقى واخدة discount في المرات الجاية اللي هتيجي تشتري منّك فيها. وأنت هنا هتكون لعبت على الوترين، من ناحية هي رشحتك لأصحابها وهي كانت مبسوطة من الخدمة، من ناحية تانية أنت خلّيتها تكرر الشرا منّك، حتى لو في بعض الأحيان خدت المنتج بشكل مجاني، بس ده لإنها رشحتك لعدد كبير من الناس، والموضوع كان مستاهل أو هي كانت فعلًا تستاهل إن هي تاخد منتج مجاني منّك في الحالة دي.